عمرك سألت نفسك ليه النجاح بيجي بعد ما تتبهدل؟ ليه أول ما تبدأ أي حاجة بتحس إنك بتضيع من قبل حتى ما تنجح فيها؟ هقول لك النهاردة على شوية مواقف حصلت لي، بس كل حاجة منهم خلتني أوصل لحاجة معينة وعلمتني حاجة. جاي أجمع لك كل خبرتي في فيديو واحد مش هيعدي ربع ساعة 10 دقايق بالكتير. هصور فيديو جديد بالميكروفون ده مؤقتا عشان المايك بتاعي فصل، وانا بعد ما جيت المكان اكتشفت ان هو فاصل. والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا جبت معايا الميكروفون ده. هنمشي بيه مؤقتا عشان المايك فصل. مشوا معايا الحلقه. انا اياد، ودي حكايتي مع النجاح، ومش هتطلع زي الفكره اللي في دماغك خالص، هتطلع حاجه اعفى من كده بكتير. بس صدقني في الاخر النتيجه تستاهل. اول مره اتطوعت كنت فاكر ان انا داخل حياة الكبار بقى، داخل مكان مؤتمرات، داخل حاجات كبيرة. أنا أول مرة اتطوعت كانت مع وزارة الشباب والرياضة. اسمهم يوز ديفلوبمنت YDB. اللبس كله فورمال رسمي. خلاص انا كنت 14 15 سنه، فكر بقى انا لما ادخل بقى كده الناس هتسقف لي بقى، هلقي عليهم كلمتين خطاب. وواقع ان انا كنت بنظم المكان واقول لي ده اسكت، ممنوع موبايل وانت عود. يعني حتى حاجه كان فيها اسمي، حتى ما كانش في حاجه لسه تثبت اسمي، ما كانش في هويه بصريه للمكان. بس اللي حصل ان انا بجد قابلت ناس طيبين بجد والله. شفت ناس بتخدم بدون مقابل، ناس بتشتغل عشان الاكسبيرينس فعلا، ناس الهدف الاساسي عندهم مش بادجت او ماني، الهدف الاساسي هو التجربه والاكسبيرينس. الناس دي متاكد ان انا مش هشوفها بسهوله تاني، او مش هشوفها في اي مكان. ودي حاجه فتحت دماغي، لا مش فتحت دماغي اللي هو فتحت دماغي، لا حاجه فتحت تفكيري لحاجات كتيره قوي. واتعلمت منها قاعده مهمه قوي: اللي بيبدا من تحت بيشوف القمه. صح، عايزك تجرب حتى لو البدايه شكلها بسيط. بس انا بجد يعني دي نصيحه مني انا، من غير التطوع انا ما كانش فتحت لي ابواب كتيره جدا. خير، صحاب، معرفة، لا يعني كان في أبواب كتيرة جدا. لو ما كنتش اتطوعت ما كنتش أعرف حاجة عنها أصلا. بس أحكي لكم بقى عن أول محاولة فاشلة للنجاح. البيزنس بتاعي إنه ما جت. ليه بقول كده؟ على فكرة البيزنس لسه شغال يا جماعة، بس هقول لكم. نمت في يوم من الأيام، صحيت، حلمت إن أنا عملت بيزنس كسر الدنيا. البيزنس نجح، عمل نجاحات رهيبة. آه، في الحلم البيزنس ما كانش واضح بالظبط، بس انا كنت عارف ان انا كان معايا بيزنس كان بيدخل لي مليارات الدولارات. صحيت الصبح، ناقشت مناقشه جاده مع صديقي العزيز ChatGPT، وقعدت اقلب وسكرولنج واوصل واقول له كل اهتماماتي، اقول له كل الحاجات اللي انا ببدع فيها، لحد ما وصلت فعلا لبزنس اينو ماجازين. فكره مش موجوده في الشرق الاوسط، فكره هدايا وحاجه فعلا انا بحبها. انا كده كده هعمل لكم فيديو تاني بقول لكم على البيزنس بتاعي، بس هتلاقوني سايب كل حاجه تحت في الديسكربشن. انزلوا اعملوا له فولو وهتفهموا كل حاجه من الصفحه بتاعته. طيب سيبكم من البيزنس. الشانل بتاعت اليوتيوب دي مش اول قناه ليا على اليوتيوب، دي تقريبا تالت او رابع قناه ليا. انا اليوتيوب ده حلمي من بدري قوي، بس التلاته فشلوا فشل رهيب. بقى كنت بصور فيديو وانا في البلكونه بالبيجامه، حرفيا اني حاطط موبايلي في ميه ومطلعه، مفيش جوده. الفيديو كان 45 ثانيه، دي حاجه مش حاجه لا تذكر. كنت مستني درع مليون يجي بعدها. الفيديو جاب 4 مشاهدات، منهم انا وامي وخالتي وواحد صاحبي. هذكر اسمه كمال، كان معايا في المدرسه والدروس. كتب لي كومنت: فين الجوده يا اياد؟ الكومنت ده دمرني. وقال لي فين الجوده يا كمال، ما انا بصور بموبايلي. لكن عنده حق. الفيديو ما كانش من غير مونتاج، هو فيديو 45 ثانيه، فين المونتاج اللي عمله؟ فتحت الكاميرا: اعملوا فولو سبسكرايب، اللي هو بتاع يا رب طبق جبنه نتعشى بيه. بس والله كنت مجهز، انا اقول ايه، كنت مجهز التصميم، مجهز سكريبتات، كنت حاطط موبايل على السور كده عشان يظبط. اظن دلوقتي كمال مش عامل لي فولو، قصدي مش عامل لي سبسكرايب على الصفحه دي في اليوتيوب. بس يا كمال تعال بص عليها دلوقتي، قناتي فيها 180 او اكتر. الخلفيه اللي ورايا حلوه، بصور بمايكرو، صوتي واضح، شكلي واضح، عندي سكريبت محدد، وعندي لايكات. عايز ايه يا كمال؟ ها؟ دايما اول فشل بيكون علامه انك بتحاول، لو كملت هتنجح، لو وقفت خلاص انتهت قصه النجاح الرهيبه اللي انت كنت لسه في اول شابتر فيها. فعشان كده دايما بالنسبه لي اي حاجه جديده ببداها، طول ما انت بداتها الحاجه دي حط ليها 3 اسس، 3 مبادئ: ترضي ربنا، وتفيد مجتمعك، وانت تكون بتحبها ومبدع فيها. ال3 حاجات دول موجوده، ابدا، واوعى اوعى اوعى توقف. مهما كان ايه حصل، ما تخليش هدفك في الاول خالص ريتش فلوس، ايه، هخلي هدفك ان انت تكمل. الاستمراريه. يعني ربنا يعيني اقسم بالله، او ربنا يديني طولة البال والحب ان انا اكمل في اليوتيوب ده بجد، ان انا مش عايز في يوم من الايام ان انا اوقف انزل فيديوهات. قبل ما نخش في رقم 3، مش حاسين ان انتوا ناسين حاجه كده؟ يعني اخر كلام، مش ناسين حاجه؟ طب مشروب الحلقه.
سلنترو الكافيه المقرب لقلبي، طلبت من عندهم بينك ليمونيد، نجربها ونقول راينا. بسم الله. هو عصير ليمون فيه سيرم فراوله، لذيذ منعش، 9/10. عايز اذكركم بشرب الماء قوي قوي قوي، بس ازازتي خلصت. يعني انا خلصتها، انتوا ما خلصتوش ازيكم، فاشربوا ميه. انا كنت زمان حساس جدا، احنا عارفين اللي هو الترند بتاع كلمه قالها احدهم وهو يمزح ممكن ما تخليكش تنام. انا كنت كده بجد، انا كنت اوفر، كنت دراما كوين، بعمل من الهليله بالليله، من الليله هليله، بعمل من الليله هليله. اتغيرت لما انا بدات اقرا اكتر، اكتب اكتر بقى. اكتبوا اكتبوا اكتبوا، الكتابه ده فري ثيرابيست دايما. ده بالنسبه لي انت حاسس انت محتاج ثيرابيست، كراستك وقلمك هم الثيرابيست بتوعك، طلع فيهم كل اللي عايز تقول للثيرابيست واحكم. يعني جرب واحكم. وحاجه صغيره بس بجد بتفرق كتير قوي. فعلا القعده مع الناس الكبار بتكبرك، بتخليك تنضج اكتر، تبقى شخص ناضج واعي مثقف. اقعد مع ناس اكبر منك دايما حبه حبه. مع ان انا امشي على ان انا اطور من نفسي، لقيت صحابي بيقولوا لي انت قاعد بتعمل حاجات حلوه والله ما شاء الله عليك. مش انتوا يا يا ولاد ماشي. احنا لازم نقرر ان احنا نكون حد تاني، مش مجرد حد بيدي اعذار اللي بيحصل. ما نقولش ما فعلا ما انا المكان اللي فيه مش مناسب، البلد اللي فيها محدش بينجح، او ما اعرفش ايه. ما ينفعش ندي اعذار. هو يعني المكان اللي احنا فيه مش افضل مكان هتنجح، بس ابدأ على الاقل والتوفيق بيجي من عند ربنا. حتى لو كنت في اي مكان، لو انت مستني يوم تصحى فيه وتكون شخص جديد، يؤسفني اقول لك ان اليوم ده مش هيجي. بس اليوم اللي هيجي ان انت هتصحى يوم وتقول كفايه كده، يلا بينا نبدأ، يلا نبدأ الحاجة اللي احنا بنأجلها، يلا نبدأ الحاجة اللي احنا عايزينها. حاسس ان النجاح يعني مهما اتكلم عنه، مش النجاح اصلا كلمة، يعني كلمة ملهاش مصطلح. يعني معنى كلمة النجاح ايه؟ تختلف على كل سن، يعني كل سن باليوم. انت سنك كذا كذا، يومك كذا، النجاح عندك ليه معنى. النجاح ممكن يكون للطفل ان هو يكسب في الجيم او يوصل لليفل معين في لعبة. النجاح الشخص مراهق ان هو يجيب درجة كويسة في الدراسة. النجاح لراجل عجوز ان هو قفل مبلغ معين من الفلوس. فالنجاح ملوش مصطلح. النجاح قصة طويلة مستحيل تتلخص في فيديو صغير. انت لو كنت بتحاول في اي حاجة عامة، دي خدها كده يعني ايه، اشارة من ربنا. الموضوع اللي انت في دماغك، الموضوع اللي انت بتأجله، الموضوع اللي انت بتحاول فيه، دوس. ولو انت دوست ابوس ايدك ما توقفش طول ما انت حاطه على الثلاث معايير اللي احنا اتكلمنا عليها. اكتب لي في الكومنت انت ناوي تعمل ايه، او انت كنت بتعمل ايه، والفيديو ده يعني شجعك اكتر انت تكمل، وانا اكون معاك. او والله انا اكون اول سبورتر ليك زي ما انت سبورتر ليا وتشوف الفيديو بتاعي. قبل ما اخلص، بحبكم يا جدعان، ودي مجرد بدايه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، مش عشان ارقام، عشان اعرف في كام واحد مهتم بالكونتنت ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Free audio post production by alphonic.com.